بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين، خالق الثقلين وباسط الكفين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين. لا تسأل بكيف ولا بأين، لأن الإله فوق الأين. سل سورة البقرة، سل آل عمران، سل الزهروين، سل الإخلاص، سل المعوذتين. سل سورة الرحمن عن الجنتين، سل سورة النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين. سل سورة الكهف عن الخضر وعن الغلامين لما بلغا بين السدين. سل سورة الأعراف عن موسى لما قيل له اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. سل سورة النساء عن الربع وعن النصف وعن السدس وعن الثلثين. سل آدم لما تلقى من ربه كلمات. سل يونس لما نادى في الظلمات. سل موسى عن الميقات، وسله أيضا عن 9 آيات البينات. سل يوسف عن الجب وعن السجن، وسله أيضا عن 7 سنوات. ثم ارتقي واصعد إلى أعلى، واسأل سدرة المنتهى عما تبقى من السدرات. صلوا عليه. هنا وقف الحبيب محمد وسجد لله في ساحة الساحات، فختمت به الرسالات. هنا وقف الحبيب محمد فانعكس نور الهلال على نور الحبيب، فأصبح نور الحبيب كنور المشكاة. واشهد أن مولانا وقائدنا وأستاذنا ومعلمنا سيدنا محمد سيد العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين ويا إمام الحرمين ويا شفيعنا في الدارين ويا جد الإمامين العظيمين، الإمام الحسن والإمام الحسين. ولد الحبيب في مكة فأصبحت مكرمة، وهاجر إلى المدينة فصارت منورة، ودخل إلى قلوبنا فأصبحت مطهرة. صلوا على رسول الله. يا خير من صلى وصام وسبح، ماذا عساني أن أقول فيك وأمدحا. يكفيك آيات الله في الكتاب شهادة في الشرح والأحزاب نون والضحى. صلى عليك الله يا خير الورى، فقد فاز من صلى عليك وأفلحا. أيها الجمع المبارك الطيب، طبتم جميعا وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. والله أسأل كما جمعنا في هذا اليوم على طاعته ومحبته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته ودار كرامته. أرحب بالسادة الحضور، شرفتمونا ونورتمونا وأسعدتمونا. من أصغركم إلى أكبركم شرفنا وسعدنا بحضوركم ورؤيتكم. أرحب بالأستاذ نعيم عمارة، الأستاذ محمد القاسي المصري، الأستاذ محمد رمضان غنيم، الحاج محمد بسيون خليل، الحاج رمضان أبو يوسف، الحاج سمير الحلم. نبارك له على أحفاده الحافظتين الحاملتين لكتاب الله، مولانا الشيخ أحمد اللبطة، الشيخ أحمد سمير، مولانا وحبيبنا الشيخ أحمد السيد النجار، الشيخ سعيد رزق أبو يوسف، الشيخ محمد عبد الله أبو يوسف، الشيخ أحمد عبد العزيز الفخراني، ولا ننسى المحفظ فضيلة الشيخ جمعة عادل الأسطى. بارك الله فيكم ورفع قدركم جميعا. أيها الإخوة الأحباب، كل داء وله دواء، والدواء دائما وأبدا موجود في كتاب رافع السماء
كما قال الملك وننزل من القرآن ما هو شفاء. فإذا ابتليت بحب الشهوات فراجع حسابك مع الصلوات، كما قال الملك فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. القرآن الكريم هو معجزة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو خير ما نبدأ به مع فضيلة الشيخ أحمد سمير، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات بل هو آيات
وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نزل القرآن لما في الصدور شفاء فأضاء به قلوب العارفين والأتقياء وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء ونهل من فيض نوره العلماء والحكماء. نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء ونستعينه على البأساء والضراء. استمعنا إلى آيات بينات من فضيلة الشيخ أحمد سمير بارك الله فيه وأكثر من أمثاله. من وجوه إعجاز القرآن الكريم الروعة التي تلحق بأذن سامعيه وأنه لا يمل منه تاليه بل يزداد له حبا بالترديد مع أن الكلام يعاد إذا أعيد. والآن مع كلمة الشيخ أحمد السيد النجار فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بهدي الكلمة بتاعتي للشيخ أحمد عبد العزيز. جاي والله أستمع وأتشرف بكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي دائما وأبدا في الخير يجمعنا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال صلى الله عليه وسلم للصحابة: جددوا إيمانكم. قالوا: يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله، فإنها هي الكلمة الباقية وهي الكلمة الطيبة وهي العروة الوثقى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا وهادينا إلى كل خير محمد
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. صلوا على من صلى عليه الإله، صلوا على من أمر بالصلاة والسلام عليه الإله، صلوا على من بالريق قد شفى عين علي ولدغة الصديق. اللهم صل وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أما بعد أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن أيها الأحباب دستور هذه الحياة، القرآن دستور هذه الأمة، وما أعظم وما أشرف أن يكون أولادنا من حفظة كتاب الله عز وجل. صلوا على الرسول. طب صلوا عليه كمان مرة عليه الصلاة والسلام. انت لما تصلي على النبي مرة قلنا حديث ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه 10. نحن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. دلوقتي حاليا ربنا بيتشرب بينا، دلوقتي حاليا ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا عند الملائكة. ما أشرف وما أعظم أن يكون أولادنا من حفظة كتاب الله عز وجل. انت عارف يعني لما ابنك حافظ كتاب الله عز وجل، شوف ربنا قال ايه بعد أن تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله، اسمعها كمان مرة. ثم اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هم من دول بقى اللي ربنا اصطفاهم ومن عبادنا؟ تعال شوف في القرآن كده على كلمة اصطفينا دي، وشوف كلمة عبادنا دي في القرآن الكريم. قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفاء، اختيار من الله عز وجل وتشريف من الله سبحانه وتعالى وتكريم من الله عز وجل على الذين حافظين على كتابه قولا وعملا وفعلا. ثم أورثنا الكتاب أي القرآن، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وفي آية تانية ربنا قال الله يصطفي يختار، مش أي حد يحفظ القرآن. صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس اللي هم حافظين القرآن الكريم. من عبادنا أي أن الله عز وجل جعل كلمة عبادنا نسبا تشريفا وتكريما لهم. مش ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام؟ ليه عبده؟ تشريف وتكريم لهم. فيا أيها الأحباب ويا أيها الآباء ويا أيها الأمهات اجتهدوا على تحفيظ أولادكم القرآن. وفي الختام أيها الأحباب هذه الوصية أوصي بها الآباء والأمهات الذين حفظ أولادهم كتاب الله عز وجل. حصنوا أولادكم، خلي بالك،
حصنوا أولادكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل صاحب نعمة محسود. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر أمتي يدخلون القبر بعد قضاء الله وقدره العين الحسد. حصن ولده، الحسد أكثر بعد قضاء الله وقدره القبر. وقال صلى الله عليه وسلم العين حق، العين تدخل الجمل القدر والعبد القبر. حصن ولدك الصبح كل يوم، اقرأ على أقل شيء قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، لأن حينحسد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم شيئا أعجبه في نفسه وفي ولدك وفي مالك فليقل بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي الختام أيها الأحباب أشكركم جميعا على الحضور، وأشكر صاحب الحفل، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت الصوت يا شباب عشان نتفاهم. يا حسام بلاش شوكولاته دلوقتي. مولانا الشيخ أحمد السيد النجار عمال يقول نتكلم عن فضل الصلاة على حضرة النبي وصلى على النبي، والجماعة مولانا لقوا الشوكولاتة ناس القرآن والناس كل حاجة. إن شئت أن تسأل عن رسول الله سل عن رسول الله العطر وشذاه، سل عن رسول الله الليل ودجاه، سل عن رسول الله الصبح وضحاه، سل عن رسول الله النخل ونواه، سل عن رسول الله ذراع الشاه، سل عن رسول الله هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، هل سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، هل وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه، كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. استمعنا أيها الأخوة الأحباب إلى هذه الكلمة من فضيلة الشيخ أحمد السيد النجار، بارك الله فيه وأكثر من أمثاله. والآن مع كلمة الأستاذ نعيم عمارة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. أولا يعني أنا في منتهى السعادة النهاردة لسببين رئيسيين. السبب الأول إن أنا موجود في وسط أهلي. السبب الثاني السبب الثاني إن أنا موجود مع حفظة القرآن الكريم، وده شرف كبير كلنا نتمناه إن احنا نكون موجود مع أولادنا الصغيرين. وبنشكر شيوخنا الكرام اللي هم بيخرجوا لينا أجيال حفظة القرآن الكريم. إن شاء الله دول اللي يقودوا المجتمع ويكونوا خير أمة إن شاء الله. فكل الشكر الشيخ جمعة، الشيخ أحمد، طبعا أخواتي اللي على المنصة، يعني الشيخ أحمد السيد النجار. أنا طبعا لما نتكلم بعديه يبقى أنا اللي بتظلم، المفروض الشيخ أحمد ده كان يبقى حسن الختام يعني، لكن هنعديها يعني. فأنا شاكر ليكم الدعوة الكريمة دي، إن أنا موجود في أهل وناسي، وربنا يجازيكم خير على الشيء الجميل اللي احنا شايفينه. وبنقول لأمهاتنا ربنا يبارك لكم في أولادكم ويقويكم عليهم. شكرا يا جماعة، شكرا. السلام عليكم. تمضي بنا الحياة وأنت تبحث عن أنسها، والأنس كل الأنس موجود في القرآن. يا حبذا من يفرحون بحفظه، هذا هو الطريق للرحمن. دنت النجوم في يوم ولادته، أضاء مكة والمدينة بنور من وجه حضرته. شرفت حليمة السعدية برضاعته، حدثت بنو سعد عن سر سعادته. قالت أكرم به بين الغلمان يتيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والآن مع كلمة الأستاذ محمد غنيم، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. أولا أنا بشرف بيكم وسط أهلي، وبنبارك للشيخ جمعة والشيخ أحمد والطلبة برضو، وإن شاء الله نشوف أكتر إن شاء الله السنة الجاية بإذن الله.
السلام عليكم. والآن مع مسك الختام صاحب الابتهالات الدينية والأناشيد الإسلامية المبدع دائما وصاحب الحنجرة الذهبية فضيلة الشيخ أحمد الأبطح مشرفنا وقائدنا. تفضل يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب إخواتنا وحبايبنا السادة الضيوف اللي شرفونا ونورونا النهارده. أهلا ومرحبا بيهم. طبعا بلدتنا أبو الخز ربنا سبحانه وتعالى يزيد أهل العلم وأهل الأدب الناس اللي هي طبعا اسمهم مبدعين القرآن والأجيالنا والأطفالنا. ربنا سبحانه وتعالى يسترها معانا ومعاكم ونصلي على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحانك الله يا خالقي إلهي يا حبيبي وأملي ومناي إلهي أنت الأمان إلهي أنت الأمان ليا في دنياي إلهي أنت اللي خالقني ويناجيني وانت يا رب من الامراض بتشفيني وانت اول بلا اول ولا بدايه وانت اخر بلا اخر ولا نهايه. الكل يفرح وانت وحدك الدايم. اكرمني واكرم جميع الخلق ويايا. وحد إلهك ولا تبخل بتوحيد. وحد إلهك ولا تبخل بتوحيد. من وحده يوجد من الخيرات بيزيد. أنا عجبي على عبدك كان خادم عباد سيد. جات له الهداية جات له العناية صبح سيده
يبوس ايده ده كان في اول الليل في اول الليل يقرا الورد ويعيده وفي اخر الليل يسلم على النبي بيده النبي صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. سألت مكة عن حبيب قلوبنا فقالت مليئا بالورى ومعطرا. قلت يا مكة هل تعرفين صفاته؟ قالت نعم يفوق البدر في كبد السماء. قلت يا مكة هل ظللته غمامة؟ قالت نعم وذراع الشاة كاللمى. قلت يا مكة هل باض الحمام بغاره؟ قالت نعم والعنكبوت مخيما. قلت يا مكة هل كلمته غزالة؟ قالت نعم والضب جاء وسلما. قلت يا مكة هل داوى العليل برقه؟ قالت نعم ورأى عين قدا. قلت يا مكة نزع السلال بكفه؟ قالت نعم وروى العطاشة بعد الظما. قلت يا مكة هل حج النبي بمنى؟ قالت نعم لبى وطاف وأحرما. قلت يا مكة قصدي أزور المصطفى؟ قالت اذهب لأرض طيبة والحمى. قلت يا مكة هل تعرفين حبيبنا؟ قالت نعم محمد شفيعا لمن صلى عليه وسلم. استمعنا إلى الابتهال الديني من فضيلة الشيخ أحمد الأبطح، والآن مع كلمة فضيلة الشيخ سمير الحلو فليتفضل مشكورا. يلا مولانا مش هينفع تعدي من غيرك. يلا يا سيدي. انت انحطيت يا مولانا خلاص. قد يا الامر. والله متأسفين. انا تجاوزنا حقنا والله. الصوت يا جماعة عشان نبدأ الصوت. احنا متفقناش على كده خالص زي بعض يا مولانا شرف لنا. ايه والله ما انا عارف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة وسلاما ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة وعن التابعين، ولا تنسى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب، والله الذي لا إله غيره أنا لا أجامل أحد. اللي يستحق التكريم مش اللي حفظ ولا أولياء أمورهم، فعلا اللي يكرموا اللي حفظوا أولادنا القرآن الكريم. أخونا الشيخ جمعة والأخ الفاضل الشيخ أحمد والشيخ محمد عبد الله وكل الناس الطيبة اللي موجودة وسهلة، هم دول فعلا اللي يكرموا. وأذكركم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. ليه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. القرآن
يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بالقرآن، وأن ينور بيوتنا بالقرآن، وأن ينور قبورنا وأن يرحم الآباء والأمهات بفضل القرآن الكريم إنه القادر. وأقص عليكم قصة صغيرة بس أرجو من حضراتكم السكوت عشان تصل إليكم. صوت يا هنقعد ومش هنتكلم. صلي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. صبي صغير قاعد مع جده حفيده ابنه، فبقول له يا جد، الولد الحفيد الصغير بقول لي جدي يا جدي. قال له نعم. قال له لما أراك تقرأ القرآن كثيرا ولكنك لا تحفظ؟ وحد الله. الحفيد بيقول لي جده ايه؟ دائما المصحف في ايدك وبتقرا بس انت ما بتحفظش ليه؟ فاراد الجد ان يعلم احفاده ويعلم الاطفال الصغار. قال له يا بني خذ هذه المصفاة واملأها ماء من النهر. خذ هذه المصفاة اذهب بها إلى النهر واملأها ماء منه. فأخذ الحفيد المصفاة وذهب بها إلى النهر، حطه وطلعها. احنا عارفين المصفاة ايه؟ مخرمة ممتلئة بالخروم، المية تنزل، يحطها تاني ويطلعها، المية برضه تنزل، يحطها برضه، المية تنزل. فقال الحفيد لجده وحد الله، قال له يا جدي انت بتستهزئ بي؟ ده انا كل ما احط المصفاة في المية ونطلعها المية بتنزل منه، ايه الحكاية؟ قال له تعالى اعلمك. قال له علمني يا جدي. قال له المصفاة دي لما خدتها في البداية كانت ايه؟ قال له كانت متسخة. قال له لما حطيتها في المية مرة واثنين وثلاثة صارت ايه؟ قال له صارت نظيفة. لما حطها في المية مرة واثنين وثلاثة نظفت. قال له يا بني هكذا القرآن يفعل بقارئه حتى لا يبقى من درنه شيء. يا رب تكون وصلت. حتى لو بتقرأ بس مش بتحفظ، القرآن ده هو ينظف صاحبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. شكرا للحضور، شكرا للضيوف، شكرا للكوكبة الطيبة، وربنا يبارك فيها كمان وكمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متشكرين يا مولانا على الكلمة دي. يعني الشيخ سمير عشان أحفاده اللي ختمين ساب جميع قصص القرآن الكريم وجاب القصة بتاعت الأحفاد. ماشي يا مولانا، في ميزان حسناتك إن شاء الله. إذا أردت لذكر الله إتقانا فاجعل لنفسك في القرآن ميزانا، جزء وحزب لا تزد ولا تقل وكلهم عنوانا. والآن مع كلمة الشيخ محمد عبد الله فليتفضل مشكورا. الشيخ سعيد، مولانا الشيخ سعيد رزق. اللهم لك الحمد حبا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا.
فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى، ولك الحمد ولك الشكر بعد الرضا، ولك الحمد ولك الشكر إذا رضيت. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. أهل بلدة الكرام، أهالي قرية أبو الخز، مهما نقول ومهما نعيد كلامنا في حقكم يعتريه القصور، لكن أخص من بين أهالي قرية أبو الخز من أتوا إلينا من خارج القرية، فضيلة الأستاذ نعيم عمارة، وفضيلة الأستاذ محمد القاسي المصري، وفضيلة الأستاذ محمد غنيم، وفضيلة الشيخ أحمد السيد النجار. ده أخ لينا مش من خارج القرية الشيخ أحمد. جينا في هذا اليوم الطيب المبارك، في يوم ميمون مبارك، نتكرم بوجودنا مع أهل القرآن، لا لنكرم أهل القرآن. جينا في هذا اليوم لنجني ثمار جديدة في بلدتنا الحبيبة. خالص التهاني القلبية للحافظة رتاج كرم مصطفى عابد، والحافظة ندى الشحات عبد الله البنا، وللحافظة ملك ناجي محمد خليل، وللحافظة شهد رمضان سعد المغمر، وللحافظة ملك إبراهيم سعد المغمر، وللحافظة ضحى محمد متولي، وللحافظة رقية محمد حبيب. هؤلاء الإناث وعلى رأسهم ذكر، ألا وهو الحافظ نبيل محمد رمضان خليل. بارك الله فيهم جميعا. أهل القرآن هم في الناس أهل الله. أهل القرآن بيننا كده هم أهل ربنا، وإن ربنا بهم يباهي. ومن قبل أهنئ أولياء أمور الحفظة، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك هم أهل الله والصفوة الملا. هنيئا لكم 30 نورا، وهنيئا لكم 30 قنديلا. أكرم بقوم أكرموا القرآن، مهما نعمل مش احنا اللي هنكرم أهل القرآن. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم، ليه؟ لتصير من غرس الهدى بستانا. زرعت حروف النور بين شفاهه، فتضوعت مسكا يفيض بيانا. رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم، ليكون نورا في الظلام فكان. سبحان من وهب الأجور لأهلها، وهدى القلوب وعلم الإنسان. وختاما وقبل الختام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على التحفيظ في بلدتنا الحبيبة، وعلى رأسهم شيخهم فضيلة الشيخ جمعة عادل الأسطى، وفضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الفخراني المنضم إلينا حديثا. شرفتنا ونورتنا يا شيخ أحمد والله. وفضيلة الشيخ أحمد محمود نعمة الله موجود معنا. الشيخ أحمد بقاله سنة ونص. لا حرمنا الله من صحبتكم جميعا، وبارك الله فينا جميعا. طبعا على رأس الحفظة شيخنا الشيخ مصطفى، جزاكم الله جميعا خير الجزاء، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والقبول والسداد حتى الوصول. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شئت أن تسأل عن رسول الله، سل عن رسول الله الأعمى والبصير، سل عن رسول الله المملوك والأمير، سل عن رسول الله الغني والفقير، سل عن رسول الله الصغير والكبير، سل عن رسول الله الجنة، وإن شئت سل عنه السعير، وإن شئت دعهم جميعا، وسل عن رسول الله اللطيف الخبير. تلوتك يا قرآن يا نور مهجتي، فإنك روحي وريحاني وجنتي. أرى فيك نورا لا يمكن وصفه، تقر به عيني وتهتز به نسمتي.
سمعنا أيها الإخوة الأحباب إلى هذه الكلمات من فضيلة الشيخ محمد عبد الله أبو يوسف. أبارك وأهني للأخوات الفاضلات، جعلكم الله من المحافظات المخلصات لهذه الآيات، جعله الله في ميزان حسناتهم وحسنات محفظيهم وحسنات والديهم. والآن مع مسك الختام مع فضيلة الشيخ جمعة عادل الأسطى، فليتفضل مشكورا. الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وتفيض، وبشكره تكثر النعم وتزيد، وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد. ثم أما بعد، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في مشهد يسر الناظرين اجتمعت بلدتنا العامرة برجالها ونسائها وشيوخها وشبابها في حفل تكريم حفظة القرآن الكريم. منها هنا بحر الشريعة قد جرى من دار مناسبات أبو الخزر. كنا قديما نحفظ فيها، وبفضل الله عز وجل من الله علينا بإنشاء دار التحفيظ في بيتنا العامر. أسأل الله عز وجل أن يديمها علينا. من بيتنا العامر تخرجت 7 حافظات وحافظ للقرآن الكريم، وهذه هي معادلة على أرض الواقع. الشباب والفتيات، الفتيات دائما تدفعهم همة عالية ولا جرى، فإنهم أمهات المستقبل. نحن نصنع أمهات ستقوم غدا على تحفيظ أولادهن، فلنا الفخر بهن ولنا الشرف بهن. ونحن بعدما قمنا على تحفيظهن وإعدادهن لكي نقوم بتكريمهن أمامكم. فيا عباد الله، حق لنا أن نفتخر في مثل هذه الساعة وفي هذا المشهد المهيب. اجتمع رجالات بلدتنا وتشرفنا بحضور الأستاذ نعيم عمارة، فقد كان زينة حفلنا والأستاذ محمد غنيم شرفنا ونورنا، وفضيلة الشيخ أحمد السيد النجار، والمنصة الكريمة أهل بلدتنا ووجهتها ها هي أبو الخزر. نحن نعكس صورة بلدتنا بصورة مشرفة. أصبحت أبو الخزر إذا ما ذكرت بين قرائنها ذكر معها القرآن الكريم ومحفظين القرآن الكريم والحفظة التي فيها. الآن واليوم نخرج 8، وأعدكم بعد 30 يوما سيتخرج من دار تحفيظ الشهيد محمد مجدي القائم على التحفيظ فيها الشيخ محمد عبد الله والشيخ أحمد محمود نعمة الله، سيقومون بتخريج 8. بعد 30 يوم سنقف في هذا المكان وسنفتخر، وحق لنا أن نفتخر بهم وقد حفظناهم. وأقول لك يا من كنت على تحفيظ ولدك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع درجة العبد يوم القيامة فيقول: يا رب أنى لهذا، من أين هذه الرفعة؟ فيقول الله عز وجل: بأخذ ولدك القرآن. فإذا ما أردت أن تحفظ ولدك، وإذا ما أردت أن تعلمه، وإذا ما أردت أن تربيه، فعلمه القرآن، والقرآن سيعلمه كل شيء. والآن جاء دور تكريم حفظة القرآن الكريم، بل سيأتي في المقدمة الأستاذ محمد غنيم، والذي قام على تكريم المشايخ المحفظين فقد قام بتكريمهم الأستاذ محمد غنيم، فليتفضل مشكورا. فليتفضل الأستاذ محمد غنيم بتكريم الشيخ جمعة عادل الأسطى والشيخ أحمد عبد العزيز الفخراني. أستاذ علاء، الشيخ جمعة ما تحكش في الصورة، خلي بالك.
الشيخ أحمد الفخراني فليتفضل مشكورا. والآن مع تكريم الحفظة قام على تكريمهم الدكتور محمد الهواري، كما لا يخفى على شريف علمكم دكتور تخصص الأسنان في أبو حمص، علم من أعلام أبو حمص. الدكتور محمد الهواري قام بتكريمهم بجوائز نقدية، وسيقوم بتكريمهم الأستاذ نعيم عمارة مع الأستاذ محمد منير. ندع الاسم يا استاذنا وهيجي لك صاحب الظرف. ريتاج كرم مصطفى عابد كرم. هات يا ريتاج. ملك إبراهيم سعد المجمد. رقية محمد عبد الحميد حبيب. خلي بالك من الظرف عشان ما فيش حاجة توجع منه. رقية. ضحى محمد جابر متولي. بنات من السر جيراننا وحبايبنا. ملك ناجي محمد خليل. نبيل محمد رمضان عبده خليل. ندى الشحات عبد الله البنا. شهد رمضان سعد المجمع. خلي بالك من كل واحد، خلي بالك من الظرف بتاعه. والآن جاء دور تكريم المشايخ. الشيخ محمد عبد الله ابو يوسف والشيخ احمد محمود نعمة الله قاموا بتكريم باسم دار الشهيد محمد مجد ابو يوسف. نبيل محمد رمضان عبده خليل. هات يا نبيل، هات يا نبيل، تاخده دلوقتي ماشي. ملك ناجي محمد خليل. صوروا مع المشايخ وبعد كده احنا هنوزع عليه جوائز دار الرحمة. هي كده تسلسل كده. اللي بعده مين؟ ريتاج كرم مصطفى عابد كرم. صوروا مع المشايخ احنا بعد كده نكرم. صوروا مع الشيخ. ندى الشحات عبد الله البنا. لا خلي. شهد رمضان سعد المجمع. صور بحطه مكان. رقية محمد عبد الحميد حبيب. شيخ رتب الدروع عشان ما تلخبطش. ضحى محمد جابر متولي. ملك إبراهيم سعد المجمع. افتحوا الشيخ، افتحوا الشيخ تصوروا معاه. شيخ أحمد. الشباب اللي واقفين يقعدوا يا شباب، اقعدوا يا شباب. تعال شيخ أحمد على
والآن مع تكريمهم من محفظهم الشيخ جمعة عادل الوسطى الحافظ نبيل محمد رمضان عبد خليل. نبيل ابوه كان وعده لما يحفظ القرآن يجيب له لابتوب، واللابتوب وصل. اللابتوب بتاع نبيل اهوت للشباب اللي ابوه يقول له احفظ القرآن هنجيب لك حاجة، جات له اهي، قال له هنجيب لك لابتوب، واللابتوب معاه مع جده. الحافظة ملك ناجي محمد خليل. ملك ناجي محمد خليل. نجيب الظرف ده خد الدروس. نازل يا جماعة. ملك ناجي كان باباها وعدها ان هي لما تحفظ القرآن هنجيب لها موبايل، والموبايل اهو. وعمها محمد مقدم لها هدية مالية، ومين اللي هينقى التاني؟ وجدها سمير جايب لها ساعة جدها سمير جايبها لها ساعة سمارت اللي هي شغالة بالكهرباء. يلا يا شيخ، يلا يا استاذ، ثانية واحدة. وهدية مقدمة الملك من عمها محمد رمضان خليل صديق والدها المقرب. وهدية مقدمة من رزان بنت عمتها. من عنده هدية تاني الملك. اتفضلوا. الدرع ده تبعك يا ملك؟ ملك يا ملك. خد الجاتو بتاعك بقى. مين؟ نادية محمد لملوم مقدمة هدية لزميلتها ملك. مين تاني عنده هدايا الملك؟ شوف يا شيخ هدية، شوف الجاتو بتاع ملك فين. خد يا عم الحاج. شروق ناجي مقدمة هدية لاختها. صورنا معاك ثانية واحدة. اتفضل يا ملك، خد يا ملك، يلا اتفضل. يا استاذ علاء بالله عليك شيل الحته اللي بتشتغل بالكهرباء دي. الحافظة رتاج كرم مصطفى عابد كرم. رتاج كرم مصطفى عابد كرم. الكابتن كرم عايز يوجه كلمة للسادة الحضور. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بالنسبة لجماعة بالله احنا فيه دلوقتي والله صراحة حاجة تشرف خالص، وأنا مش عاوز أقول لكم إيه الإحساس اللي أنا فيه. صراحة ربنا أقسم بالله حاجة تفرح صراحة ربنا لما توصل لابنك ولا بنتك بالمكانة دي، بمكانة القرآن دي، ده حاجة تنبهر بها صراحة ربنا. صراحة ربنا يا جماعة انتم مفكرين حفظ القرآن دي سهل. والله حفظ القرآن دي ما هو سهل على اللي هو اصلا بيصعبه على نفسه، لكن حفظ القرآن ده اقسم بالله في مجهود من الاهل ومن الشيوخ. البيت ليه 50% والشيخ جزاه الله خيرا ليه
50%، فلا بد نتكاتفوا. يعني ده حاجة شرف لبلدنا ان احنا دلوقتي بقى اسمنا على النت في كل مكان بسبب القرآن الكريم، مش بسبب الافراح اللي بتتعمل، بسبب الجمعيات اللي بتتعمل، لا بسبب القرآن الكريم اللي رفع من شأننا وحطنا لنا مكانة في كل الناس. دلوقتي بقى لنا اسم، ما كانش لنا الاسم من قبل القرآن الكريم، فدي شرف لنا ان احنا نقف في وسط الناس دي ونكرموا عنا. وربنا يجازي الشيوخ اللي قامت على تحفيظ القرآن الكريم، وربنا يجازيكم كلكم خير، ويا رب نكونوا عندكم برضه عندكم حافظة قرآن كريم اللي ما عندهوش، ويا ربنا يوفقنا ويوفقكم يا رب فيما هو قادم ان شاء الله. ثانية واحدة يا شباب، ثانية واحدة بس عشان الفلاحين بتكفر على الله. ندى الشحات عبد الله، الحافظة ندى الشحات عبد الله. جوائز رتاج كرم مصطفى عابد، أسماء أخت رتاج. احنا عايزين اللي يصرف يا مولانا وماخذ بقية الجوائز، اللي يصرف بس. ثانية واحدة الشيخ المتسابق اللي بعد. يا شيخ جمعة يلا استاذ علاء على السريع. حبته هنا. ندى الشحات عبد الله، ندى الشحات عبد الله. شيخ جمعة الجديد بتاعها خد تاخد بس بلد كده على بعض الشحات بتاع ندى الشحات تاخد باقي الجوز يا شيخ. بص هات الدرع والعلبة اللي مادة. شاهد رمضان سعد المقمم. شاهد رمضان لها جائزة مقدمة من عمتها عايدة. عمتك الصياد بتدور عليه شيخ احمد هقدم له حديث جايزتها اهي. خد يا شاب من عمتي. جائزة مقدمة من ملك ناجي إلى الحافظة شاهد.
جائزة مالية مقدمة من والدها. جائزة مقدمة من جدها الشيخ سمير، بارك الله فيه. عقبال الباقي يا مولانا. الحافظة رقية محمد عبد الحميد حبيب. رقية. يا شيخ محمد يا حبيبي تعال خد يا شيخ بقيت الجواز معاك. خد بقيت الجواز معاك. زعما قالك شويه كده. الحافظة ضحى محمد جابر متولي. ضحى محمد. هزق لك حته جاتوه ده معاك. ضحى 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 اي ضحى عشان نقدر عليه. خد الضحى خد الجاتو بتاعها. على الله يكون باص الجاتو. واحنا على ناكلوه ولا ناكلوه؟ ملك ابراهيم سعد المجمع. ملك ابراهيم سعد. شيخ احمد. شيخ احمد. الجواز بتاعك. يا ريت نقعد يا جماعة عشان في ختام بالقرآن الكريم. يا ريت كل واحد يقعد مكانه عشان في قرآن كريم هيتقرأ. يا ريت كل واحد يقعد في مكانه يا حضرات. نستمع إلى آيات بينات من فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الفخراني. مسك الختام. يا ريت كل واحد يقعد في مكانه. هدية مقدمة إلى الحافظ نبيل محمد رمضان. هدية مقدمة من الحافظ إلى المحفظ فضيلة الشيخ جمعة عادل الوسطى. ساعة شغالة بالحجارة مش بالكهرباء. تخصني. بص عند الأستاذ علاء. بص عند عمك علاء.
يا شيخ أحمد إحنا من المغضوب عليهم، خلي بالك طلعنا من المولد بلا حمص. يا ريت الكل يقعد مكانه. يا شيخ جمعة كل واحد في مكانه. نستمع إلى هذه الآيات البينات من فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز الفخراني، فليتفضل مشكورا. الصوت يا جماعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. مبارك للحافظات على ختام هذه الآيات.